درجه الرفيعه على اخر زي فتحي وتطعوم المناضل النقابي واب نقابي من الاباء النقابيين المناضل سعيد جمعه الذي توفى اول امس. في اسئله لزملائكم لا بس عارفين هيسالوكوا لا يعني انا عايزه اعرف مش كده وبس. النقابات مفيش فرق بين راجل وست، مفيش فرق بين مسيحي ومسلم، مفيش فرق بين عامل وعامل، مفيش فرق بين ابن وبحر، كلنا واحد. وادي مناضله نقابيه انا بعتز بوجودها ووجود زميلاتي المحترمات. ده بيقول ايه يعني ايه نقابات اللي هي تقدر تعوض بلدنا عن الانقسامات اللي موجوده فيها. احنا واحد. يعني في محافظه الجيزه اللي هم كانوا بالاجر ده اللي هو 30/4 كانوا بيقعدوا في البيت وكانوا ما بياكلوش او ما لهمش بيت او كده. الحمد لله قدرنا 2600 عادي 2600 اداريين ومدرسين ومحاسبين والحاج رضا ممكن يقدر يضيف اكتر يعني ان هو قدرنا نعمل شغل معقول في بيتهم. الحاج رضا هو اللي بيتكلم عن الخبر قرار شيء 41 وتعمل شروط نعم محافظه الجيزه بتقديم جميع اوضاع العاملين على المستوى الدولي العاملين بالاكل والعاملين المسؤولين والعاملين المؤقتين والعاملين بالدولي. فاحنا خدنا القرار دوت ونفذناه في محافظه الجيزه وساعدنا في الموضوع دوت على الرحمن والناس اللي احنا فيها تنزيل بيقولوا بتاع الجيزه وقفوا معانا. محافظه الجيزه؟ اه